مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي حول تأكيد ماكرو من الرياض سعي بلاده إحراز تقدم في مسار بيع السعودية مقاتلات رافال. من السعودية وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلاده بأنه شريك جدير بالثقة، كما أبرز رغبة باريس والرياض في تطوير العلاقات بما في ذلك تعزيز التعاون بشأن مقاتلات رافال. كما أكد استعداد الشركات الفرنسية لدعم رؤية السعودية 2030 في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مع توسيع آفاق الاستثمار المشترك. في سياق زيارته إلى الرياض أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده شريك جدير بالثقة على الرغم من التقلبات السياسية التي تشهدها حاليا، مشيرا إلى أن فرنسا والسعودية ترغبان في تحقيق تقدم على صعيد بيع المملكة مقاتلات من طراز رافال. وأفاد خلال منتدى الأعمال الفرنسي السعودي في اليوم الثاني من زيارة دولة يقوم بها للسعودية: لطالما كان كل منا بالنسبة للآخر شريكا جديرا بالثقة، ونريد تعزيز هذه الاستثمارات والشراكات من دون التطرق إلى الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا حاليا. وشدد أن الشركات الفرنسية مستعدة لمواكبة برنامج المملكة رؤية 2030 للانفتاح والتنويع، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي. وشهدت هذه الزيارة توقيع العديد من العقود، أبرزها مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وشركة فيوليا والسويس لمعالجة النفايات. كما وقعت شركة النفط السعودية العملاقة آرامكو مذكرات تفاهم مع شركتي باسكال الناشئة في مجال أبحاث الكم وميسترال في مجال الذكاء الاصطناعي. وصرح الرئيس الفرنسي في تصريح للصحفيين مؤكدا أن باريس والرياض ترغبان في تحقيق تقدم بشأن بيع المملكة مقاتلات من طراز رافال، وهو ما يشكل تحولا مهما في العلاقة الثنائية. والمقاتلة الفرنسية ليست ضمن أسطول سلاح الجو السعودي الذي يضم مقاتلات أمريكية، خصوصا F-15 ومقاتلات يور فايتر التي يصنعها تحالف أوروبي تقوده إيرباص. ويذكر أن البلدان التي تمتلك مقاتلات رافال أو وقعت عقودا تجارية لحيازتها هي مصر وقطر والهند واليونان وإندونيسيا والإمارات وكرواتيا وصربيا. إلى ذلك أشار ماكرون إلى أن فرنسا والسعودية أحرزتا تقدما في كل المجالات البحرية والدفاع الجوي والأقمار الاصطناعية، وأعلن عن توقيع عقود دون الخوض في أي تفاصيل. وقال الرئيس الفرنسي: هناك إرادة في عالم معقد، وأحيانا لا يمكن التنبؤ بتطوراته لتنويع الشركاء، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ودعواته المتكررة للمزيد من الاستقلالية الاستراتيجية في أوروبا. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.